انا شايف ان اللي وقع هلال في الماتش ده ال 120 دقيقه بتوع مانشستر سيتي. لعيبه 100%. خلاص من بعد الشوط الاول ابتدت تشحر، مش قادرين يجروا، مش قادرين يجروا. اللعيبه البرازيليه برضو التاكتكس والكره البرازيليه انت عارف بقى، والجري والنفس، مش قادرين خلاص، وما فيش اوراق بره. عبد الرزاق حمد الله جه عمل عقد ب 4 مليون دولار، لعب 25 دقيقه ومشي. انا عايز افهم، بدل انت مش هتلعبه وهتلعبه وقت قليل كده، ما اتعاقدت معاه ليه؟ عشان متروفيتش مصاب وسالم الدوسري مصاب، بس ما استغلهوش. جايبينه اسمه صفقه قويه واسمه تقيل وبتاع، فالموضوع فشل. مساء الخير عليكم، حلقه جديده من برنامج دبل شوت. انا بيتر وانا مارك. جايين نتكلم معاكم عن دور الثمانيه وكاس العالم ومفاجآته. عندنا مفاجاه كده كبيره في دور الثمانيه ما كناش متوقعينها خالص، هنتكلم فيها في حلقه النهارده. وعن توقعات بقى دور الثمانيه كلها ومشوار قبل النهائي والنهائي. بطوله الصراحه يعني ابتدت تحلو في الاخر كده. بس عندنا مفاجاه انا مش عارف ابتدي بيها الحلقه ازاي، وهي خروج الهلال. بص هقول لك على حاجه، هو لو احنا في بدايه البطوله بنصور الحلقه دي واتكلمنا وقلنا الهلال وصل، كنا هنكون مبسوطين قوي. بالظبط. بس احنا من كتر ما الهلال لعب ماتشات حلوه كنا وبدا مستنيين البطوله اكتر من كده. بالظبط، فاحنا حاسين ان هي مفاجاه، اللي هو انت فلومينينسي ده فريق في المتناول او فريق جامد، بس هو فريق في المتناول. الهلال عنده كواليتي، المدرب عامل شغل الصراحه، انزاجي عامل شغل حلو قوي مع الهلال، فعشان كده احنا دلوقتي شايفينها مفاجاه. فاحنا كان نفسنا الهلال يوصل ابعد، بس فلومينينسي كان نفسي الصراحه يعني. كنت بتكلم مع حد من صحابي بقول له ان فلومينينسي ده اضعف فريق في الاربعه البرازيليين اللي كانوا بيلعبوا في البطوله، وكان سان داونز كان هيبقى مكانه اساسا. فاتفاجئت ان هم لعبوا ماتش الصراحه. بس انت يعني انا شايف ان اللي وقع هلال في الماتش ده ال 120 دقيقه بتوع مانشستر سيتي. لعيبه 100% خلاص من بعد الشوط الاول ابتدت تشحر، مش قادرين يجروا، مش قادرين يجروا. اللعيبه البرازيليه برضو التاكتكس والكره البرازيليه انت عارف بقى، والجري والنفس، مش قادرين خلاص، وما فيش اوراق بره. عبد الرزاق حمد الله جه عمل عقد ب 4 مليون دولار، لعب 25 دقيقه ومشي. انا عايز افهم، بدل انت مش هتلعبه وهتلعبه وقت قليل كده، ما اتعاقدت معاه ليه؟ عشان متروفيتش مصاب وسالم الدوسري مصاب، بس ما استغلهوش. جايبينه اسمه صفقه قويه واسمه تقيل وبتاع، فالموضوع فشل. خلينا نتكلم على ماتش فلومينينسي والهلال كده. انت شايف الفلومينينسي لعبت بذكاء؟ انا من وجهه نظري شايف اللي هي عملت ماتش ذكي. بص انا يعني هو عملت ماتش ذكي، هم كسبوا، هم في الماتش ما فيهوش فرص كتير. بالظبط. يمكن الهلال فرصه كانت اكبر لا الهلال اخر 10 دقائق دول اصلا كانوا مشكله، كانوا بيلعبوا في ال 18 بس هو ما كانش فيه توفيق، وكان في بين لكوليبالي واضح وصريح اللي هو شد كوليبالي في يعني قريب من ال6 ياردة، الحكم تغاضى عنه. وكره الشوط الاول اللي اتحسب بيلن، انا شايفها ان هي بيلن واضح. مش عشان الهلال فريق عربي، بس هو فعلا الكره بيلن واضح. انا شايف ان هو العامل البدني رقم 1 في خساره الماتش ده. كان نفسي يعني هارد لك طبعا للهلال، كان نفسي اشوفه في دور الاربعه بصراحه هتفرق كتير، مكسب معنوي، مكسب مادي كبير قوي للفرقه وللاداره. بس يعني يلا هارد لك. انا وانت كنا متوقعين ايه؟ انا الاثنين توقعنا الهلال، وكنا توقع وتمني، بس انا بصراحه بعد ما اتفرجت على الماتش الهلال كان اقوى، وفي الاخر 10 دقائق اثبت لنا اللي هو كان يقدر يتعادل. بس انا شايف الفلومينينسي تستحق. يعني انا كمان شايف كده، عشان العامل البدني طبعا بالزبط. بيفرق في الماتشات اللي زي دي. بس خلينا نقول هارد لك للهلال، ويعني نتمنى نشوفهم في البطوله دي بنفس المستوى بعد كده. تاني ماتش معانا كان ماتش اللي اتلعب الفجر، بالميراس وتشيلسي. وانا كنت متوقع تشيلسي. انا كنت متوقع بالميراس الصراحه، كان هيعمل جيم دفاعي وعمل جيم دفاعي. ويفرتون جون بالميراس عمل غلطه كارثيه، حارس كبير داخل على 40 سنه خبره. شفت الجون بتاع تشيلسي تاني؟ ايه ده؟ لا تعليق. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو لو ما كانش غلط بالرؤيه بتاعت الماتش، لو ما كانش غلط تشيلسي ما كانش هتعرف تكسب. انا شايف ان بالميراس كانت بتهاجم في اخر تلت من اول. خلي بالك الجون برضو، الجون بتاع بالميراس فيه توفيق كبير، في توفيق كبير طبعا، بس هي صعبه على حارس المرمى. مستحيل بتاع تشيلسي اصلا احتفل وكده. هو الماتش كان ماتش فيه تفاصيل كده، وفكره استواء راح تشيلسي. لعيب كويس قوي، لعيب حلو بصراحه، مع انه على فكره بطوله ما يعني هو انا ما بتابعش دوري البرازيل طبعا، بس اللي سمعته اللي هو اجمد من كده كمان، هو ما عملش بطوله جامده. هو الراجل 1 على 1 خطير. بيفكرني يعني ببدايات لامين يامال كده. هنشوفه تشيلسي عامل ازاي. الدوري البريمير ليج غير طبعا، واللعب في الدوري الانجليزي مختلف. بس خلينا نقول ان تشيلسي وصل لحته كويسه. يعني تشيلسي انا ما كنتش اتوقع ان هو يوصل للدور ده،
بالميراس فرط في الماتش بغلطه ساذجه جدا، دي حقيقه. فانت تكسب بقى يعني. انت توقعت تشيلسي يعني بصراحه، بس انا كنت شايف ان تشيلسي يعني كده كده قادره، ومشروع حلو، ماريسكا عامل مشروع حلو، وانا شايف اللي هم ان شاء الله كده مع الحلقات لما يبدا البريمير ليج، انا شايف ان تشيلسي السنه دي خدوها مني هيبقى ليها، هتبقى توب فور مستريح يعني. انا بتختلف معاك، مش تطلع من توب. لا مشروع حلو، ولعيبه كلها صغيرين، وماريسكا عامل شغل. انا عاجبني تشيلسي. طبعا انت ساعات تتفرج على الماتشات تلاقي الماتش كده هرب منهم وكده، وبتحصل عشان هو فريق لسه يعتبر مش ناضج، بس هو انا شايف اللي هو جاي يعني. خلينا نشوف السيزون هيبتدي. طبعا في كلام مختلف كتير. ثالث ماتش معانا كان باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. ده موت. احنا الاثنين كنا متوقعين باريس سان جيرمان. واقول لك على حاجه، احنا الاثنين توقعنا باريس، بس عمرنا ما توقعنا ان باريس هتصعد كده. هو طبعا الكارتين الطردين اللي كانوا في الماتش، الطردين لباريس، وباريس هي اللي كسبت. وفي فرص كتير لبايرن ميونخ، في جون اتلغى لهاري كين اوف سايد، فرص كتير قوي يا بيتر. انا بص مش عارف الماتش ده خلص ازاي كده، بس انا كنت متاكد ان باريس سان جيرمان ماشي صح، عندك حق. وفي الاخر خلينا متفقين، الفريق البطل، الفريق اللي الكواليتي عنده اعلى، فريق البطل هو اللي بيعرف يكسب حتى وهو وحش. باريس كان وحش في الماتش ده وعرف يكسب. صح، هو فرقه متكامله، بيعرفوا يلعبوا كوره مع مدرب مش هنتكلم عليه كتير، خد تشامبيونز ليج، فهم يستاهلوا الصراحه يعني. انا بقول البطوله دي لا بس انا شايف بايرن اولا كومباني عمل جيم تكتيكي حلو. انا مش شايفه مدرب كويس، ما ينفعش مدرب. انا معاك، فرقه صغيره من بيرنلي يروح على بايرن ميونخ على طول. الفرقه السكواد اللي معاه كبيره على كومباني. كومباني مش خبره تدريبيه كبيره، الاسم اللي هو اللي يلعب اللي قدامه. انا متفق معاك، بس خلينا لو اتكلمنا عن الماتش ده، هو عمل ماتش حلو بجد، عمل ماتش حلو، وعرف يقفل خطوره باريس على قد ما يقدر. بس في الاخر لما يكون فريق فيه الكواليتيز دي، ولسه نازل لك ديمبلي من على الدكه، فريق جامد، فبالتالي لا عرف يكسب وهو مطلوب منه 2، وبايرن كانت احسن. فيعني الصراحه باريس فريق مرعب، مرشح اول للبطوله كده كده. صدام بقى بريال مدريد الماتش الجاي ديربي يعني، ده هيبقى ماتش صعب. وماتش ريال مدريد ماتش كان يبان اللي هو تعالى كده نروح لماتش ريال مدريد. ماتش ريال مدريد يبان اللي هو سهل من بره لغايه هو ريال مدريد صعب الماتش على نفسه في الاخر. هو الماتش كان سهل، ويعني ريال مدريد الشوط الاول كان مخلص فرق، وكان يقدر يزود عن كده. بس التشتيته بتاعت روديجر، او في كلام ان هو ما تقولش تشتيته دي، كان بيبصيها، يعني بيبصيها للعيب. هنقول تشتيته عشان دي مش، ده مش باص. وضربه الجزاء وكان في كره اخيره لكورتوا شالها من على خط الجون. الكره الاخيره دي هتروح اكسترا تايم وانت مطلوب منك واحد، خيالي. بس هي الفكره مش في النقص العددي على قد الفكره اللي هو قد ايه يا جماعه هاوسن فارق مع الفريق جدا. فكره اللي تشابي الونسي بيلعب على لعبه اللي انا هبني الكره من تحت، وهو الوحيد اللي بيبني. روديجر ما بيعرفش يطلع الكره من تحت. اسينسيو ممكن يكون في بذره لانه بيلعب كور طويله، هو بدا اصلا اول ماتش لعبه مع ريال مدريد لعب كره طويله، بس لسه عنده هامش تطوير. هاوسن جاي عارف اللعبه. انا كنت ضد تشابي الونسو في الاول، بس ابتدى تظهر ملامحه يعني وشكله مع الفرقه. انا احب اول مدرب يبدا حبه في ماتش باريس سان جيرمان هيبان طبعا. مش عايز اطول في ماتش دورتموند، احنا الاثنين كنا متوقعين ريال مدريد. تعال نخش على دور الاربعه. خلينا يعني نسيب باريس سان جيرمان وريال مدريد تاني ماتش نختم بيه الحلويات. ونبتدي بماتش تشيلسي وفلومينينسي. انا شايف فلومينينسي هتنزل بناء يا باشا، اللي بتعرف تكسب بيه هينزل بالزبط. يلعب زون ديفنس وهيقفل ويلعب على الهجمه المرتده. تياجو سيلفا بقى قدام تشيلسي بالظبط. وتشيلسي هيلعب على اللي هو هيحاول يمسك كوره ويفرد لعبه، وفي الاخر تفاصيل صغيره هي اللي هتفرق، تفاصيل صغيره قوي هي اللي هتفرق في الماتش ده. فكره كوره من بالمر، هجمه مرتده فلومينينسي يعرف ينهيها بشكل حلو زي الجون الاول اللي حطوه في الهلال. الواد ده عمل فينش حلو قوي. فالماتش هيبقى يعني في تكافؤ سنه، بس انا شايفه 60-40 لتشيلسي. بص انا ما بحبش تشيلسي يعني انا صريح، مش قادر احبهم، مش قادر استمتع بالكره بتاعتهم من زمان يعني، ولا هم ولا ارسنال. انا شايف ان هو فعلا الكفه يعني مايله لصالح تشيلسي، بس انا بقول لك فلومينينسي هتعمل مفاجاه في الماتش ده. هتلعب جيم دفاعي جدا، هتقفل على قد ما تقدر، تلعب على الكونتر اتاك. عندهم ارياس قدام وهيركليز اللي جاب الجون الثاني، وفي كام واحد كده مرتدات. اعتقد هي دي اللي هتكون الفرق بينهم. بتحداك تاني وبقول لك فلومينينسي هتعدي مني. وانا شايف تشيلسي ان فلومينينسي هتلعب جيم فيه ريسك قوي، لو انا هقفل بس لو خدوا جون بدري الخطه كلها اللي هم بانيينها هتروح. فانا اتوقع تشيلسي وانا اتوقع فلومينينسي، وتوقع يعني ما فيهوش مشكله، لان الصراحه فلومينينسي عندها فرصه كبيره برضه انها تصعد.
باريس سان جيرمان وريال مدريد ده تقريبا نص دقيقه برضه. ده تقريبا يعني ممكن يكون هيبقى احسن ماتش في البطوله، انا شايفه كده بعد ماتش بايرن وباريس. يمكن النهائي ممكن ما يبقاش بقوته. بعيدا عن العاطفه، انا شايف مين الاجهز؟ الاجهز 100% باريس سان جيرمان. فريق متكامل منتشي كمان بدوري ابطال اوروبا، فرق معاه، هو عايز ياخد يعني كاس فرنسا ودوري ابطال اوروبا وكاس عالم انديه بالمسمى الجديد، هو كاس عالم حقيقي تاريخي. كاس عالم حقيقي. يعني عايز اقول لك هيلعبوا، هيقطعوا نفسهم، كل لاعب هيموت نفسه في باريس سان جيرمان عشان طردين هيفرق معاهم. هرنانديز ما كانش بيبدا، بس باتشو هيفرق صح طبعا، غياب مؤثر، هو مدافع بس قصاده هاوسن، فحاسس اللي هو يعني ممكن تعدي. لا هو باتشو يعني لعب مع الفرقه اكتر كمان، والراجل متمرس طبعا. هو جنب ماركينيوس عاملين ثنائيه مع بعض والاثنين جرينتا بقى، عارف انت ثنائيه واخده تشامبيونز ليج. يعني انا توقعي الشخصي بقول لك الماتش ده باريس سان جيرمان. انا بس شايف له هيبقى ماتش حلو وفيه تكافؤ طبعا حلو قوي. انا متوقع ريال مدريد، وان شاء الله نتفرج على ماتش حلو. انا مبسوط ان انا هتفرج على ماتش زي ده. انا حابب اشوف ريال مدريد بتلاعب توب كواليتي مع تشابي الونسو كده، ونشوف تشابي الونسو هيعرف يتعامل معاه ازاي. هنشوف ماتش حلو في كوره، الفرقتين بيلعبوا كوره. انا مش يعني نفسي الماتش ده يوصل اكسترا تايم، حاسس انا هتفرج هستمتع فيه كوره كتير يعني. فبس خلينا نشوف بقى لعبه كده، التوقعات دي هتوصل لحد فين؟ انت فارق عني بنقطه. فخلينا نشوف كده كام ماتش اللي جاي لنا من ورا بقى ونبقى نعرف الدنيا بالظبط. فخلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل في الماتشين بتوع بكره وبعد بكره ان شاء الله. بس يا جماعه دي كانت نهايه حلقتكم من برنامج دبل شوت. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، كملنا 100 سبسكرايب وان شاء الله مكملين معاكم. وفولو بقى على الانستجرام اكونت بتاعنا وتيك توك والفيسبوك بتاعتنا، وظبطونا يعني. مستنيين بقى اللايكات الكومنتات بتاعتكم، لو ليكم اي تعليق بنسمع كل التعليقات، ونشوفكم كده حلقه بعد النهائي ان شاء الله، وحلقه بعد نص النهائي كده، ونشوف الدنيا هتوصل لايه. باي باي.